إصابة جديدة لصخرة الأهلي قبل مواجهة سيمبا وكولر يتدخل. تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة قوية بعد تجدد إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق في العضلة الخلفية، والتي كان قد تعرض لها قبل شهر خلال مباراة الأهلي ضد ميديام الغاني في دوري أبطال إفريقيا. وعلم أهلي نيوز أن حالة غضب سيطرت على المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب تجدد الإصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى فترة أطول قد تصل إلى 6 أسابيع لرغبة الجهاز الفني في عدم تفاقم الإصابة أو تجديدها مرة أخرى. وتأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن مباراتي سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما من المتوقع أيضا أن يغيب اللاعب عن لقاء نصف نهائي حال تأهل المارد الأحمر والمقرر إقامتها بنهاية شهر أبريل المقبل. وطلب كولر إجراء تحقيق عاجل من الجهاز الطبي لتحديد أسباب